السلام عليكم. نكمل موضوع المباراة الزوجية يا جماعة. الواحد ذاكر شوية وبيحاول يوصل لكم المعلومة. بص الزوج يا عم، الزوج الله يخليك، الحاجة اللي هي منطق على دماغي من فوق. بس كمان الزوجة دي بنت ناس يعني، انت معايا؟ يعني احنا مش جايبينها نبهدلها يعني، ومش جايبينها نطلع عينيها يعني، وكل اللي ماما بتقوله احنا بنصدقه. لا، ما الحاجات دي بتفسد وفي الاخر يبقى في طلاق. الخلفة، انا شفت ناس مضغوطين جدا من الخلفه، والاتنين ما فهمش حاجه. عارف ليه؟ لان نسينا الايه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى: يهوي لمن يشاء الاناث ويهوي لمن يشاء الذكوره. هي يا عم الحاج الخلفه في الاساس هي هبه من الله. ممكن تكونوا كويسين بس فابعد الضغط دايما عن مراتك. حرام، ما تبقاش بخيل، ما تبقاش مخ. العلاقات الماليه بقى والحاجات الجميله دي برضه لازم تصرف على بيتك، ما تتوكلش على مراتك، تتواكل على مراتك وتقول لها هاتي واعملي لو كده. يعني في رجاله بنشوفهم كده يعني. فلازم الواحد يخلي الحاجات دي كلها اللي بتنهي العلاقه الزوجيه وبتخلي الزوجه تقل من احترامها لزوجها. لازم يبقى عندك عدل ورحمه. انت الافتقار دايما دايما يعني بين الزوج والزوجه، اتنين بيحاولوا يغيروا بعض. يا عم ما تغيروش بعض، انتوا ما كنتوش اتخطبتوا وقعدتوا تخرجوا وكنتوا عايشين اللحظه. خلاص يعني ملهاش لازمه الكلام ان كل واحد يحاول يغير التاني بالعافيه يعني. نقول كده، انا كنت كاتب الاهمال طبعا لما الزوج بيهمل في بيته، ويفضل قاعد مع اصحابه بالساعات وسايب بيته. يا امال انت جوزتها ليه يا ابني؟ طب ما كنتش تتجوز وخليك في بيتكم. مش بنقول الجواز استقرار، يبقى لازم حضرتك من شغلك لبيتك ومن بيتك لشغلك. الا في ناس بتعمل حاجات كويسه. يعني الراجل بيروح ايه مثلا، بيتفق مع اصحابه القدام ان مثلا كل 10 ايام بنخرج خروجه. وفي زوجات برضو بتعمل نفس الطريقه، بتتفق مع اصحابها القدام. الحاجات دي كلها لطيفه، بس لازم الاهتمام يعني. ان انت ما تقدرش مراتك على مجهودها وتعبها. يعني حضرتك انت الست دي شايله البيت، بتربي، بتنظف، يعني انت جايب خدامه، بس بالشرع يعني، عايشه معاك يعني. ما انا اسف اقول خدامه، انت اعظم من كده بكتير. انا اقصد اقول للزوج ان في ايدك جوهره ما تضيعهاش منك. يعني انتوا معايا يا جماعه؟ ما عنديش بقى في الاخر تبقى هي مثلا نخش متضايقه شويه، نكبر بقى الدنيا. اما اكيد العيال مطلعين عينها، اكيد بتفكر في المستقبل، اكيد اكيد اكيد. فلازم الزوج يخلي باله من الكلام دوت. طبعا الله يخليكم، انا بشوف رجاله كتير بتحب يعني تحكي لزوجاتها عن الصولات والجولات القديمه. يا باشا ما تحكيش، انت مش فتحت صفحه جديده واتجوزت. خلاص يبقى دي بدايتك. لكن بتقعد تحكي لها بقى ده انا كنت عنتر، مش عارف ايه، وكنت فين وكنت بعمل ايه وكان الحق يا عم الله يخليك، دي انت اول واحده تبص لك مراتك. ما تقعدش تحكي الحاجات دي وتضايق الزوجه، وممكن تقلل ثقتها في جوزها. الكلام ده مهم يا جماعه. المسؤوليه، المسؤوليه، حتى لو زوجتك شايله مسؤوليه البيت والولاد لازم تقسمها. لازم يبقى ليك حس. هي لازم كده يعني، يبقى ليك صولات وجولات في البيت، بس بالاسلوب بما يرضى الله ورسوله يعني. طبعا العلاقه الحميميه، يعني حضرتك ما تجيش وهي في عز ما هي تعبانه وعيانه وقرفانه وضاربها السلك، خلاص شقك جابك. لا، الله يرضى عليك. ما هو برضه نختار الوقت يعني، واكيد بيبقى فيه تفاهم اكتر والفه بعد الجواز يعني. الاستغلال مهم. في ازواج بتستغل زوجاتها، حاجات كتير يا جماعه. كل الحاجات دي على فكره في الاخر بتتبروز تحت كلمه طلاق يعني. فيا ابني برضو عشان يعني احنا بنقول للرجاله واخطائهم. يعني انت يا بنت الحلال برضو قبل ما تتجوزي، ما يعني اختاري زي ما سيدنا النبي قال: من ترضونه خلقا ودينا، مش من ترضونه مالا وجمالا ولبسا خلق والدين يا جماعه. الخلق والدين هو اللي هيعرف يتعامل معاكي، هو اللي هيفضل خايف عليكي طول الحياه. هي تمام. ان شاء الله الحلقه الجايه بقى نعملها عن الزوجه وهنضرب في المليان. مع السلامه.